وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مش عارف، أنا هقولك ليه اسمه يوم عرفة؟ الاسم ده مش جاي كده وخلاص، وراه حكايات وقصص كتيرة. في تفسير بيقول إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما شاف في المنام إنه لازم يذبح ابنه إسماعيل، طلع يدور على المكان اللي هيذبح فيه ابنه، ولما وصل هناك عرفه، ومن هنا جت كلمة عرفة. وفي تفسير تاني بيقول إن الناس في اليوم ده تعرفوا، يعني اتجمعوا وتعرفوا على مناسك الحج لأول مرة. وكمان في رواية بتقول إن جبريل عليه السلام كان بيعلم سيدنا إبراهيم مناسك الحج، وكل ما يوصل لمكان معين يقول له عرفت؟ وهو يرد عرفت. ومن هنا جت التسمية. طيب، إيه هو يوم عرفة أصلاً؟ هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، اليوم اللي بيقف فيه ملايين الحجاج على جبل عرفات من بعد زوال الشمس لحد المغرب، يدعوا ربنا، يتوبوا له، ويرفعوا أيديهم بالدعاء والخشوع. وفي الحديث الشريف النبي قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة. يعني ده اليوم اللي ربنا بيحرر فيه عباد كتير من النار برحمته. ولو أنت مش حاج، هل لسه ليك نصيب؟ أيوة، في يوم عرفة برضه النبي قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني صيام يوم واحد بس يغفر ذنوب سنتين، سنتين يا مؤمن. وكمان في يوم عرفة الدعاء مستجاب، والرحمة نازلة، والقلوب بتتقرب من ربها. ده يوم توبة، يوم رجوع، يوم بداية جديدة لكل واحد فينا. ممكن تصوم يوم عرفة وتكبر وتسبح وتحمد ربك، وتقرأ قرآن وتدعي من قلبك: اللهم اجعلني من عتقائك من النار، وارزقني رحمتك، واغفر لي ذنوبي. في النهاية، يوم عرفة مش بس للحجاج، ده لكل واحد محتاج فرصة، فرصة يدعي فيها ربنا، يتوبله، ويطلب منه الرحمة والمغفرة. دي كانت حكاية يوم عرفة. شارك الفيديو مع أحبابك، وخليك دايماً قريب من ربك. واستنونا في حكايات تانية مع قناة الحكاية إيه.